السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنحضر معكم هاد الميني بسيطلات في القوالب ديال الكاب كيك. الكاب كيك البنات، انا راه كنغلط وتنقول بانكيك. المهم الكاب كيك، فهاد الطويسات هادو كيجيو رائعين في الشكل ديال الكاب كيك، تيجيو ما نقولش لكم. هنا عندي كاس ديال الدقيقه البنات صفر. كما دائما كنعبر لكم بالكاس هكا باش تديو لي فاده. عندي كاس صفر يعني الفينو. شحال من وحده تقول لي شنو هو هذاك الدقيق الصفر. الدقيق الصفر الفينو يعني رطب، ماشي حرش، ماشي ديال السميده الغليظه اللي كنديروا بها الحرشه. لا، هذا الفينو رطب يعني حتى هو كنعجنوا به مسمن كل شيء في الخبز كل شيء. هنا درت البنات كاس ديال الفينو يعني صفر، وجوج ديال الفارينه، وشويه د الملحه، وخمس تمنية الغرام ديال الخميره ديال الحلوى، يعني 8 غرام. ما تزيدوا ما تنقصوا، 8 غرام. بالنسبه لصحابه المغرب راه عندهم الخميره ديال المغرب فيها 8 غرام، احنا عندنا فيها 15 غرام هنا في الطاليان، كنقسموا وحده على جوج. المهم كما كتشوفوا هنايا شويه د مليحه وصافي، وكنعجن العجين ديالي وكنغطيها وكنمشي نصايب الحشوه ديالي، يعني خليوها ترتاح. عندي في الحشوه البنات الفلافل ملونه، تكون ما ملوناش، المهم اي فلفل عندك ديريه، خضر حمر، المهم كاع الفلافل اللي عندك ديريها مره ولا ديري وحده فيهم. البصله عندي هنا خيزو بعد ما درته في الهاشوار باش يجيني هكاك لين، انا بغيتو يكون لين هكا. صافي هادو هما اسميتو، هادو هما غادي نشحرهم وندير التوابل ديالي، شويه البابريكا، شويه التحميره، شويه الشكنجبير، شويه الخرقوم، صافي البنات، وشويه ها اسميتو الثومه غبره كما كتشوفوا تقادات. وهنا البنات كنخلط معكم الزيت بطبيعه الحال، ضروري الزيت راه كنقليو بها، تكون بلديه تكون روميه على حسب كل واحد اللي متوفر عنده في الدار. هنا الملح على حسب الذوق. وهنا البنات كنزيد المكون اللي كيجي في اللذه رائع. المهم هاد الضمه هذه ديال الدجاجه البنات، هاد الضمه ديال الدجاج، وانا غادي ندير هاد الحشوه ديال الكفته. يعني كما كتشوفوا كيجي واحد المذاق بين الكفته والمذاق ديال الدجاج، ما نقولش لكم. جربوا هاد الطريقه وردوا عليا الخبر. المهم لحت الكفته الكميه اللي بغيت انا درت ديال الكفته، وشويه الربيع قزبر ومعدنوس. الربيع ومعدنوس هو عرفوه، القزبر قزبر ومعدنوس البنات. صافي قطعته ودرته تا هو هنا مع الكفته. صافي نديهم ونجيبهم تنعرفها بلا راه طابت الكفته عندي وطاحت حتى هي. صافي بلا ما بلا حتى حاجه، راه كيتشحر هادشي بلا ما بلا والو، تيطلق الماء ديالو. عندي هنا الشعريه الصينيه حتى هي بعد ما درتها في الماء طيب عطاتني هاد الكميه هادي اللي غادي ندير في الحشوه ديالي، يعني الكميه اللي بغيتو نتوما. عفوا الا قلنا شي كلمه غلط في هاد رمضان سمحوا لينا عليها. الكميه اللي بغيت ديال الشعريه الصينيه نديرها في الماء طيب صافي، وكنخدم بها، تنخليها تترخى وكنصفيها ونخليها تنشف. هنا عندي جوج سميتو جوج الكيركات او جوج، المهم الفرماج المتلت اللي عندكم في الفرماج البنات المتلت راه كيجي في الحشوات طوب، تيجي رائع، تعطي واحد المذاق زوين البنات. المهم في هذه الحشوه راه عطاها المذاق ما نقولش لكم. المهم كنديوه نجيبو تيذوب عندي الفرماج صافي، وكنطفي عليها ونخليها هنايا تتبرد، يعني تتبرد البنات وغادي نخدموا بها، ماشي نخدموا بها سخونه، تتبرد ونخدموا بها. هنا كنوريكم هنا باش غادي نورق كما كتشوفوا. عندي هنا جوج المعالق او ثلاثه على حسب الكميه ديال العجينه. المهم جوج معالق ديال الزبده، زدت عليهم معلقه ديال مايزينا او نشا الذره، وزدت الكميه ديال الزيت. الزيت راه غادي تخصكم وكتبقاو تزيدوا يعني عادي. هنا كنكب عفوا كنخلي الزبده فحال هكا بلاتي عاد باش كنديرها بيديا. دابا بغيت نجمع العجينه ونديرها كويرات، غادي نشد الزيت ونبدا ندير في الكويرات. تنمسح سطح العمل، انا دائما سطح العمل تنمسحه بالكاغط هكا باش يحيد داك
يحيد داك الزغب الا يكون الزغاب ولا شي حاجه ضروري راه حنا كنشقاو وكنمسحوا من ورانا، خصوصا حاجه اللي كتبغي تخدميها هكا فوق الطبله نيشان. هنا كنقسم الكويرات كنقسمهم على جوج، وكل وحده كنخرج منها ربعه الكويرات، كل وحده كنخرج منها ربعه، يعني 8 الكويرات فيهم بجوج. وفي الاخر غادي نديرو وحده في وحده، وغادي يبقاو لينا نيت ربعه كما كتشوفوا هنايا. المهم واحد المقطع ديال التوراق فاش كنت تنورق وكندير وحده في وحده تمحى ليا ولا ما تسجلش، الله اعلم البنات. المهم كنشد العجينه حتى ترخى عندي، كنبسطها كندير لها سميتو التوراق ديال المسمن، يعني المسمن العادي اللي كنديرو وحده في وحده راه بحال هكاك. كنشدو كنبسطو الاولى نديرو في وسط الزبده وكنديرو وحده في وحده. ها نتوما خرجوا لي 4 اخرين، وحده في وحده وخرجوا 4. المهم دابا كنبسط العجينه كما كتشوفوا باش ندير الكاب كيك ديالنا الكاب كيك ديالنا او البسيطلات ديالنا، المهم سميهم كما بغيتو. هنا غادي نقسم العجين ديالي من الوسط كما كتشوفوا على 4، وغادي نجيب هاد القوالب هادو وهذا ديال الكاب كيك صافي، وكنبدا نعمر في العجين ديالي، يعني كندير البسيطلات ديالي صافي. كنبسطها واحد شويه وكنديرها لداخل. نتوما على حسب كل وحده كيفاش بتخدم، انا درتهم في هاد القوالب، تقدروا ديروهم نتوما في شي حاجه اخرى. يعني اللي ما عندوش متوفرينش هاد القوالب كاينين زليفات صغار، كاينين هذوك الغليق ديال النوتيلا، كاين بزاف الحوايج عندنا في الدار نقدروا نستعملوهم. يعني ما غاديش نبقاو نتسناو تا نجيبوا القوالب ولا، يعني اللي عندكم البنات في الدار استعملوا. نقدر انا درتهم هنا، نتوما ديروهم في حاجه اخرى، في شي زليفات صغيورين عندكم، في شي حاجه. المهم انا كما شفتوني كندير ليها هكا، كندهن هادو عندي ديال الكاب كيك. المهم تنديرهم وتنقلبهم على هذاك الوجه اللي كان الفوق كنقلبوا لتحت. المهم شوفوا العمليه قدامكم البنات، كندير ليها بحال هكا، كنعمر الحشوه لداخل كما كتشوفوا، كندكها بالحشوه. صراحه كيجيو لذاذين البنات هادو، والله البنات انا تيعجبوني هادو اللي تيداروا بالعجين المسمن، حسن من الورقه ديال البسطيله، احسن من الورقه ديال البسطيله الصراحه تقال الصراحه هادو كيجيو لذاذين في الماكله وفي المذاق وكل شيء، احسن من الورقه ديال البسطيله. يعني هاد العماره تعمروا بها سميتو بسيطلات بالورقه البسطيله، ولكن بها العجينه بالعجين تتكون حسن. اللي يعرف يخدمهم ويخرجوا لي زوينين راه العجين حسن من الورقه. صافي كنستمر على الطريقه كما كتشوفوا، كنعمر وكنجمع فمها كنجمع الفم ديالها وكنقلبو على التحت ديال الطاوه. يعني دوك الغريرفات، يعني اش نسميهم غريرفات، طاوات، شنو هادو ما تديوش عليا. المهم كنضحك معاكم. المهم يقول لي لعب فيك رمضان، والله ما لعب فيا رمضان الحمد لله، والله حتى الحمد لله الحمد لله جانا بارد وزوين، يعني لا جوع لا عطش لا والو الحمد لله. المهم كما كتشوفوا كندهنوهم شويه على حسب، راه ما كيلصقوش ولكن ضروري دهنوا شويه بالزيت وصافي. وهنا كملتهم ساليتهم كاملين. شوفوا البنات هنا درت شويه الحليب واحد صفر بيضه وتندهن ليهم الفوق ديالهم كما كتشوفوا. تقدروا ديروا البيض والصوجه، يعني شي نقيطه ديال الصوجه او البيض وشويه الزيت الروميه على حسب كل واحد شنو باش كيدهن، يعني كيبغي اللون ديال الحاجه. هنا كندهنهم كاملين كما كتشوفوا. الفران هذا الاثناء راه كيسخن على الحراره العاليه باش هكا البنات ملي كتدخلوهم تيطلعوا يتنفخوا وكيجيو زوينين. هنا كندير هاد الحبوب الشيا، وهنايا كما كتشوفوا طابوا خرجتهم، تنخرج فيهم راه باش يخرجوا. علاش البنات حيت سخانين. شوفوا كيفاش يجيو الكاب كيك تماما. اللي شافهم يتسحبهم الكاب كيك، ولكن مني يشوف الفرماج ويشوف مني تفتحيهم غادي يعرف ماشي الكاب كيك. المهم كنزينهم هكا بالفرماج، حدهم باقيين سخان باش يدوب فوقهم كما هكا كما كتشوفوا. جاو صراحه غزالين رائعين.
صراحه ما نعاودش لكم كيفاش جاو، جربوهم الا بغيتو تحكموا على الحاجه. انا راه كنعطيكم وصفات اللي تيكونوا الصراحه تيكونوا لذاذين وتيكونوا ناجحين، راه ما كنعطيكمش حاجه ماشي هي هذيك، ناجحين اللي تنعطيكم. المهم الطبق بعد ما قادينا وصايبناه كما كتشوفوا هنايا، راه هاد الكميه، والكميه راه باقيين شي وحدين فوق سطح العمل، يعني راه ما حطيتش الكميه كامله باش تعرفوا. هذه الكميه عمر ليا هذا في التبصيل هنايا ديال التقديم، وبقات الكميه الاخرى كما كتشوفون. غنفتح معكم واحد الوحده كما كتشوفوا، الكاميرا راني مقربها ليا قصتها، بغيت نزكيها باش نوريكم كيفاش كيجيو في التقرميش. البنات راه محيده الصوت مع ولدي والتلفازه، راه الصوت البنات لا حول ولا قوه بالله. شوفوا كي تجي العماره لذيذه، ما نعاودش لكم، تقرميشه، جربوهم.